لو العلامة دي اتطبعت على باب بيتك اهرب بسرعة وما تضيعش وقتك في التفكير، لأنك خلاص اتحكم عليك بالموت، ومش أي موت، الموت المرعب وسكون بتملاه ريحة الدم. ده مش كلام أفلام صدقني، ده كابوس حقيقي حصل في مصر في قلب الصعيد في بني مزار سنة 2005. ونتيجة الكابوس 10 جثث متسلخة ومتسابة وأحشائها متقطعة، والفاعل اختفى وكأن الأرض بلعته. بس السؤال اللي لسه مرعب لحد النهاردة، هي العلامة دي كانت صدفة ولا اختيار؟ يوم 10 يناير 2005 ظهرت عربية إسعاف تبع وزارة الصحة في شوارع مركز بني مزار بمحافظة المنيا. جواها 4 أشخاص لابسين البلطو الأبيض، ومهمتهم جمع العينات من الأهالي بحجة انتشار أمراض زي البلهارسيا والتينيا. وقتها الناس صدقت ومفيش أي حاجة تدعو للقلق أو الخوف، الأمر طبيعي. وبالفعل بدأت الأبواب تتفتح لهم بيت ورا بيت. لكن الغريب انهم خلصوا اليوم ده ب3 بيوت بس متعلم عليهم بعلامة اكس، وال3 بيوت في شارع واحد. دي كانت اول علامة ان اللي جاي مش طبيعي. ونبدأ من عند أبو بكر عبد المجيد، صاحب مخبز. شاف العلامة دي على بيت والدته، فقرر يطمن عليهم ويعرف إيه سبب العلامة دي من خلال رقم التليفون اللي سابوه ال4 أشخاص بتوع الصحة. جرب أكتر من مرة، الرقم ما بيجمعش أو ما بيرنش من الأساس. كلم الجيران اللي بيوتهم متعلمة بنفس العلامة، وهم محمد محمود ويحيى. ال3 قرروا إنهم يتصرفوا، خصوصا انهم جربوا الاتصال اكتر من مرة والرقم ما بيجمعش مع اي حد فيهم. يحيى قال لهم ان في حد قريبه اسمه سمير شغال في الصحة، واقترح عليهم انه هيكلمه ويعرف منه التفاصيل، وفعلا عمل كده. بس الصدمة لما سمير بيكلم يحيى بعدها بيوم وبيقول له جملة غيرت كل حاجة: مفيش عربية اسعاف خرجت من عندنا، والوزارة ما امرتش بخروج اي حملة تحاليل او جمع عينات لمركز بني مزار. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال4 اشخاص اللي دخلوا البيوت مش اطباء، فبالتالي مش تبع وزارة الصحة، دول مجهولين الهوية. فجر 14 يناير بعدها ب4 أيام، أبو بكر بعد صلاة الفجر رايح بيت والدته يوصل لها العيش كالعادة ويفطر معاها هي وأخوه طه، اللي بالمناسبة في العادة بيصلي الفجر مع أخوه أبو بكر. بس في اليوم ده ما خرجش. دخل ونادى عليها أكتر من مرة، مفيش رد. فتح باب أوضتها واللي شافه كابوس ما يتنسيش: والدته مرمية على السرير وجلدها مسلوخ وعظمها باين حرفيا، وجنبها غراب اسود مقطوع الراس. جري ينده على اخوه طه، اخوه نفس المصير، احشاء. دخل في حالة هستيرية من الصريخ والهلع. عادة في القرى الناس بتبدأ يومها بدري، الناس بتدخل على صريخه وكلهم بيتفاجئوا من بشاعة المنظر. اغمى عليه ودخل في غيبوبة من اللي شافه. في نفس الوقت البيت التاني، بيت محمد محمود، بنته الصغيرة بتصحى على صوت الناس في الشارع وفجأة بتصرخ. الناس بتكسر الباب، بيلاقوا جريمة كاملة: الأب محمد والأم الحاجة صباح والأولاد فاطمة 8 سنين وأحمد 10 سنين، كلهم بنفس الطريقة، الراس مهشمة والبطن مفتوح، أعضائها خارجة منها، وجنب كل جثة فيهم غراب أسود مقطوع. بكده باقي البيت التالت، بيت يحيى. ابنه كان في الوقت ده بايت عند جدته وراجع البيت الصبح بدري عشان ياخد كتبه ويطلع على مدرسته. بس اول ما دخل الشارع شاف ناس مالية المكان وسامع كلام زي ناس ماتت وجثث متقطعة، فجري على البيت عشان يفهم من ابوه ايه اللي بيحصل بره في الشارع. خبط اكتر من مرة، مفيش حد بيرد. طلع المفتاح اللي معاه ودخل البيت ويلاقي في وشه المشهد المنتظر: ابوه وامه واخواته الاتنين، 4 جثث مسلوخين ومتاخد منهم أعضاء، بكل جثة فيهم غراب اسود مقطوع الراس. فأقل من ساعة كانت الشرطة وصلت والبلد كلها اتقلبت. الشارع اللي فيه ال3 بيوت اتحول لمشهد من فيلم رعب، والضحايا 10 أشخاص. البلد كلها مرعوبة. يوم 14 يناير اتحول لليوم الأسود لبني مزار. المعلومات الأولى صدمة الحقيقة، وهي إن ال10 ضحايا يتقتلوا بنفس الطريقة والأسلوب، والأبشع من كده إنه تم بتر أعضائهم التناسلية كلهم بلا استثناء. حتى الأطفال ما سلموش من البشاعة دي. والأغرب من كده كمان، جنب كل جثة فيهم غراب أسود مقطوع
بنفس نوع الجثة، يعني الذكر جنبه غراب ذكر والأنثى جنبها غراب أنثى. المشهد ده لوحده فتح باب لشكوك غريبة بين الناس. هل الجريمة مرتبطة بالسحر بطقوس غامضة؟ أسئلة كتير والإجابة مجهولة. ونيجي للتقرير المبدئي واللي أضاف طبقة تانية من الغموض وعقدة جديدة في القضية، وهي إن اللي نفذ الجريمة دي عدة أشخاص عددهم لا يقل عن 5 أفراد، والمذبحة دي كلها تمت في وقت متقارب جدا، وده كان واضح على حالة الجثث. رجال المعمل الجنائي ورجال التحقيق بدأوا شغلهم، ولكن تواجههم مشكلة صعبة جدا، وهي البصمات والأدلة اختلطت تماما بسبب العدد الهائل اللي من الأهالي اللي كان في البيوت بمجرد سماع الصريخ. مشهد الفوضى ده ضيع على المحققين فرصة العثور على دليل واحد، بس رغم كده في أمور كانت واضحة جدا، وهي إن البيوت الثلاثة كانت مقفولة كويس زي ما الضحايا كانوا قافلينها بنفسهم. معنى كده إن مفيش أي آثار لاقتحام أو كسر الأبواب، وده هياخدنا لتفصيلة أغرب، وهي إن اللي نفذ الجريمة دي ما دخلوش من الأبواب، دول دخلوا من فوق الأسطح بتاعة البيوت دي. وده هياخدنا لتفصيلة أغرب، اللي يدخل بيت من فوق السطح ومفيش حد من أهل البيت يحس بيه، ده شخص دارس البيت كويس وعارف مداخله ومخارجه. وأهل القرية أكدوا إن جميع البيوت كانت مقفولة كويس وبشكلها الطبيعي قبل اكتشاف الجريمة، وإن الضحايا كانوا على أماكن سرايرهم ونومهم، يعني كده مفيش أي آثار لمقاومة أو اقتحام أو كسر الأبواب، وإن القتلة كانوا راسمين سيناريو محكم لتنفيذ الجريمة دي. واتقال وقتها كلام كتير زي إن الأربعة اللي جم واللي هم كانوا بيتظاهروا تابعين لوزارة الصحة دول تجارة أعضاء، لأن الجثث كان متاخد منها أعضاء معينة وبطريقة احترافية، يعني مش مجرد تقطيع وخلاص، خصوصا إنهم دخلوا بيوت الشارع كلها. اشمعنى ال3 بيوت دول؟ معنى كده إن تم اختيار الضحايا بعناية وكانوا مناسبين جدا ليهم، واللي اتأكد بعد كده إن الجريمة اتنفذت خلال ساعة واحدة بس في نفس الوقت لو تجارة أعضاء، إيه علاقة الغراب الأسود اللي جنب كل جثة فيهم بحاجة زي كده، خصوصا إن كل جثة ذكر جنبها غراب ذكر والأنثى نفس الشيء؟ أسئلة كتير بتدور في عقول الناس، ومحدش عارف مين اللي عمل كده وإزاي وليه. مفيش كاميرات ومفيش شهود، مفيش أي حاجة تقدر توضح مين اللي عمل كده. ويمر اليوم الرابع والرأي العام مقلوب وبيضغط بكل تقله على أجهزة الأمن لاكتشاف القتلة اللي عملوا كده، والوقت بيمر في الشكوك والافتراض. القلق بيتضاعف والأمن بيسابق الزمن ويحاول الإمساك بالجاني الحقيقي. وفجأة فريق المعمل الجنائي وهم شغالين يمسكوا أول دليل مادي ملموس على سطح بيت من البيوت ال3، وهي فردة حذاء. نيجي لليوم الخامس ويعلنوا عن مؤتمر صحفي الكل كان مستنيه. وقف المتحدث الأمني أمام الكل وأعلن إنه تم القبض على الجاني اللي عمل كده، وهو شخص واحد بس، وركز في دي كويس، شخص واحد بس اسمه محمد عبد اللطيف. تم عرض صورته ونشروا اعترافاته كاملة في كل وسائل التواصل، واعترف إنه دخل البيوت من فوق الأسطح، ومن هنا قتل الأهالي بنفس الطريقة اللي وصفها الطب الشرعي: تهشيم الراس بساطور وفتح البطن وبتر الأعضاء التناسلية باستخدام مشرط طبي. ووصف الجريمة زي ما توقع فريق المعمل الجنائي بالملي. نقدر نقول من هنا أهل البلد ارتاحوا شوية، على الأقل بقى في شخص هيعلقوا عليه الجريمة دي. بس برضو وسط الكلام ده كله في حاجات كانت متناقضة تماما. ازاي شخص واحد فقط ينفذ جريمة بالدقة والاحترافية دي من غير ولا غلطة واحدة؟ ده الطب الشرعي قالها بنفسه وبوضوح: فتح البطن وبتر الأعضاء طريقة احترافية، بتدل ان اللي عمل كده عنده خبرة طبية وتمرس على الجراحة. ومحمد ما عندهوش اي خبرة طبية تخليه يعمل كده، غير كده ما عندهوش اي خلافات مع الضحايا سواء من قريب او من بعيد، فايه الدافع اللي يخليه يعمل كده؟ ومن هنا قالوا انه مريض نفسي ومرضه ده هو السبب في ارتكابه للجريمة دي. طيب وهل يعقل ان شخص مريض نفسي ينفذ جريمة بالاحترافية دي؟ وهنا ظهر المحامي طلعت السادات وأعلن إنه هيدافع عن محمد، لأنه من الناس اللي كانت مقتنعة وبأدلة إنه بريء، وما هو إلا صورة للقضية دي رغم اعترافاته وإعادة تمثيله للجريمة. طلعت السادات استند بأدلة تقيلة وكفيلة للبراءة. أول حاجة تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللي أكدوا إن اللي ينفذ الجريمة دي مستحيل يكون شخص واحد، دول على الأقل 5 أشخاص. رقم 2 فردة الحذاء اللي لقوها لا هي تخص محمد
محمد ولا مقاسه من الأساس. رقم 3، تقرير طبي رسمي أثبت إن محمد بكامل قواه العقلية ومش مريض نفسي زي ما اتقال عليه. التقارير دي كانت بتتناقض تماما مع رواية الأمن، والقضية اتحولت للمحاكمة وبيتابعها كل سكان مصر والرأي العام وقتها، حتى جات اللحظة اللي محدش متوقعها، صدرت البراءة التاريخية لمحمد عبد اللطيف من كل التهم اللي توجهت له. والسبب تضارب التقارير الأمنية واختلافات اعترافات محمد عن تقارير الطب الشرعي، وعدم معرفة محمد لمواقع أدوات الجريمة أو الأعضاء المبتورة اللي مختفية حتى لحظة الحكم. المحكمة طلبت من الأمن بالبحث عن القتلة الحقيقيين للجريمة دي، والرأي العام والمجلس القضائي كانوا متفقين إن من المستحيل يكون شخص واحد نفذ الجريمة دي. الحكم وقتها نزل على أهالي مركز بني مزار زي صعقة الكهرباء، وأعاد ليهم الخوف والقلق من جديد، لأن معنى كده إن اللي عملوا كده لسه بره وما تعرفوش لحد دلوقتي. السؤال اللي بيدور في بالك في اللحظة دي، طيب طالما مش محمد اللي عمل كده، أمال إيه اللي يخليه يعترف على نفسه ويعترف بجريمة زي دي؟ وهنا هقولك خلال التحقيق معاه قال حاجة أغرب من القضية نفسها. قال إنه أجبر الاعتراف على نفسه من أفراد هو ما يعرفهمش، والأفراد دي هم الأربع أشخاص اللي ظهروا متابعين لوزارة الصحة. ولحماية حياته من أي انتقام سافر الإمارات عشان يعيش هناك بعيدا عن القرية وبعيدا عن الحقيقة اللي ما زالت حتى اليوم تايهة. ووقتها عمل مقابلة مع الإعلام الراحل وائل الإبراشي واتكلم بالتفصيل عن الجريمة وعن اللي حصل معاه. نيجي للمشهد الأخير أو نقدر نقول النهاية المفتوحة. من يومها القضية اتعرفت وسط الناس بإنها أكبر قضية تجارة أعضاء في الصعيد كله، وفي رأيي إن دي عملية تجارة أعضاء فعلا، لأن الجثث متاخد منها أعضاء معينة وبطريقة احترافية. طيب هتقولي وموضوع الغراب اللي جنب كل جثة ده، ممكن أوي يكونوا عملوا كده لانشغال الأمن أو الناس تبدأ تفكر في مسار تاني بعيدا عن الحقيقة، وتبدأ تقول إن دي طقوس شيطانية أو الناس دي اتقدمت كقربان للجن أو اتقدمت لعمل نوع معين من السحر، وتبدأ تاخد الاتجاه ده. وممكن أوي يكون في حاجة تالتة أكبر من الاحتمالين. وبرغم مرور أكتر من 18 سنة لسه مجزرة بني مزار واحدة من أغرب وأبشع الجرائم في تاريخ مصر لحد النهاردة. قضية مليانة علامات استفهام وأسرارها محدش كشفها حتى اليوم. اللي ارتكب الجريمة دي كان مين بالظبط، وليه اختار الضحايا دول بالتحديد، وإيه حكاية الغراب المذبوح والربط بينه وبين نوع كل ضحية فيهم. أنا طه حسن وبسألكم، لو كنتوا مكان أهل القرية وقتها هل كنتوا هتصدقوا اعتراف محمد؟ وهل شايفين إن المجزرة دي وراها سحر ولا عصابة منظمة لتجارة الأعضاء، ولا شايفين حاجة تالتة غير الاتنين؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات، لأن الغموض لحد دلوقتي هو الشيء الوحيد اللي باقي من مجزرة بني مزار. وياريت ندعي للضحايا بالرحمة وبس كده. أشوفكم على خير.